اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة والسلام. السلام عليكم أحبائي وأعزائي، نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. وصفتنا لينا اليوم إن شاء الله بحول الله حلوى اقتصادية بزوج حبات تاع بيض تقطع لنا 63 حبة، والمكونات موجودة في كل بيت واقتصادية ومش مكلفة. وهذه الحلوى تاع زمان وتذوب في الفم وتعطي واحد الرائحة من تقعدوا ديروا فيها روعة. غادي ان شاء الله كي ديروها غادي تعجب الكبار والصغار. روحوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله على بركة الله. روحوا المقادير وطريقة العمل. احنا بسم الله على بركة الله نروحوا نديروا هذه الحلوى اللي تكون ساهلة ونديروها بالياغورت اللي تجينا روعة. هذه الحلوى تاع زمان راهي عندها شعال. انا كل خطره نديرها، حتى الخطره الصديقه تاعي طلبتني قالت لي حنبوك ديريها لنا في القناه. هذه راه عندها شعال، دارت حاله في المواقع التواصل الاجتماعي. شعلنا هنايا عندي 2 حبات من البيض بدرجه حراره الغرفه، رشه تاع الملح اللي تكون ضروريه في الحلويات، ملعقه تكون لاباس بها تاع الفانيلا، انا نبغي الفانيلا، وعندنا 2 تبغوا ديروا واحد ديروا واحد، انا اختاريت ندير 2 بيض تاع من الياغورت بذوق الفخاز. هنا نتوما لكم الاختيار، نروحوا نزيدوا 2 تاع السكر الحبيبات، توجور هذاك العبر تاع الياغورت. هنا غسلتهم نشفتهم، نتوما ما تغسلوهمش، عمروهم كيما هكا. هنايا نروح ندخل مليح يذوب لي شويه هذاك السكر. هنا توجور بهاد البيض تاع الياغورت نديروهم 2 تاع الزيت، نديرهم هنا ندخلها مليح. هنايا نروح نزيد هذاك الياغورت، نزيد ندخلها مليح، نزيدو وحده تاع المايزينا، نزيد ندخلها مليح. هنا دخلنا مليح المكونات تاعنا. عندي 3 كيسان من الدقيق الابيض، انا نروح ب3 ونشوف. وعندي كيس من الخميرة الحلويات اللي هي بيكين باودر، الفئة تاعها 10 غرامات. نروح ندخل مليح. نروحو نزيدو الكاس الرابع، مازالت مخصوصة شوية، نزيدها نصف الكاس. انا توجور من نغير في الدقيق، خاطر نشي في الكعك الازرق، خاطر في الكعك الاحمر، خاطر في الكعك الابيض، تتغير من نوعيه لنوعيه. قلتها لكم في الكعك. هاي العجينه تاعنا بعد ما لميناها، شوفوا كي خليتها طريه، ما قصحتهاش. نعرفوا العجينه الزيت كي تبقى ترتاح غادي تولي ناشفه. نروحو نجيبو البلاط تاعنا اللي يدخل الفرن، سوا ديو له الدقيق سوا ديو له بابي كويسون كيما هكا. نجيبو العجينه تاعنا ونديروها كويرات، يكونوا الحجم يكون صغير ما يكونش كبير، باسكو غادي تزيد تضاعف. انا درتها على حسب 25 غرام ولا 20 غرام كيما هكا. ندير الصينيه تاعي نعمرها بالكويرات تاعي تاع العجينه، ونتلاقوا ان شاء الله بحول الله من بعد. هنا بسم الله على بركه الله عمرت البلاط تاعي، وشوفوا الخير اللي بقى لنا. نغطيها بكيس بلاستيكي. وهنا على علم العجينه كي تكملوها، كي تكونوا ديروا في الدقيق وتكملوها من الدقيق، انا هنا ما خليتهاش ترتاح، او ما خلوها ترتاح لمده 10 دقائق باش تتماسك لنا غايه. هنايا غادي نديرها الثقب. نتوما من الاحسن لا عندكم هذيك لابيبيت الاطفال اللي نديروا فيها الدوليبخان، نعمروا فيها الدوليبخان. انا كانت عندي ورميتها، كنت مخليتها غير لهاد الحلوى، رميتها. كي شريت هذه تشبه لها، وليت ندير هاد الملعقه تاع الخشبيه، نديرها في الدقيق كيما هاك، وندير ثقب هنا كيما هاك، نديرها في الدقيق وندير ثقب. الثقب يكون كبيره. نروح ندخلها للفرن. الفرن يكون مسخن على 180 درجه. الحلوى تاعنا ما نخلوهاش تحمر، تحمرنا غير من تحت. انا غادي
من الاسفل، غادي نشعل غير من الاسفل، نخلوها تحمار من التحت ومن الفوق نخلوها بيضه، ما تديناش هذاك الدوغي. هنا كي ندخلوها طيب لنا، غادي هذا الثقوب غادي يعاودوا ينغلقوا. نعم فيها خميره الحلويات، نعاودوا نخرجوها كي نشوفوها تبلعوا لنا هذا الثقوب، نخرجوها ونقعدوا غير بالملعقه ونتقبوا فيهم، نعاودوا نردوهم كما كان. ديك المرحله نعاود نولي معكم ان شاء الله بحول الله. هنا قلت لكم كي نشوفوها هبطت معنا نعاودوا نجيو نخرجوها ونهبطوها كما هكا. خرجتها من الفوق ونعاود ندخل لها ونسقم لها الثقب تاعها كما هكا، ونعاود ندخلها الطيب لي. بعد ما الحلوه تاعي طابت معايا وخليتها تبردت تدي هذا الشكل، قلت لكم نخلوها من الفوق بيضه. هنايا شو عندي؟ هنا عندي المربى تاع المشماش، عندي جوز الهند، وعندي الكفريت. انا جينيرالمون نقسم الحبات تاوعي باسكو في الاسره تاعي كاين اللي ما يبغيش جوز الهند وكاين اللي يبغي جوز الهند. هذا الكفريت نديره على خاطر الطفل تاعي يبغي هكا الكفريت في الحلوه. نديرو المربى كيما هاك وندير لها الكفريت. هيا لا نحطها، قطعت لي 63 حبه. نروح دروك نديرها في جوز الهند. لكم هذه الحلوه تجي من اروع ما يكون. وهي لا تاع جوز الهند كي تجي. نكمل الحلوه تاعي ان شاء الله بحول الله ونتلاقوا. وهنا نجيبوا المربى تاع الفخاز ونعمروا هذه الثقوب تاعنا كيما هكا على هذا الشكل، نزينوها بالمربى. شوفوا كي تجينا من اروع ما يكون. نكملها ان شاء الله بحول الله ونتلاقوا في طبق التقديم. هنا بسم الله على بركه الله. بعد ما زينا الحلوه تاعنا نصها قلت لكم بالكفريت ونصها بالجوز الهند ودرنا لها المربى. شوفوا كي تجينا حلوه صدقوني اقتصاديه ماشي مكلفه، والمكونات موجوده في كل بيت، وتعطينا كميه لاباس بها. بزوج حبات تاع البيض عطاتني 63 حبه. الا كان درتوها بالحجم تاع اللي درتها انا تاع 25 غرام تعطيكم 63 حبه، ولا درتوها الحجم كبيره تعطيكم اقل. شوفوا تقطع لنا كميه لاباس بها ناكلوا ونوكلوا، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. وشوفوا كي تجينا حلوه هشيشه وتذوب في الفم. شوفوا، وعندها واحد البنه، وعندها هذيك الياغورت يعطيها واحد البنه من الداخل روعه. صدقوني لا تجي روعه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه تاع نهار اليوم. نقول لكم احبائي واعزائي ديروا هذه الحلوه وتقطع لكم كميه كبيره ان شاء الله بحول الله، وتكون عندكم ان شاء الله مفضله. نقول لكم احبائي واعزائي ما تنسونيش بالبارطاج هذه الوصفه مع الاحباب والاصدقاء باش تعوم الفائده. هذا فضلا وليس امرا. نقول لكم في رعايه الله وحفظه، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. السلام.